بسم الله. هنعمل سحلب شوكولاته. طبعا هنحتاج اللبن. هنضيف فواكه برضه، يبقى معانا فواكه، سكر، السحلب، سحلب بودر، شوكولاته بودر او شوكولاته صوص، ايا كان اللي عنده شوكولاته صوص او عنده شوكولاته بودر. هنبدا طبعا هنا اهوت، هناخد مثلا السكر بتاعنا حسب الرغبه. هناخد مثلا ده كوب صغير، هناخد كوبايه صغيره، هناخد مثلا معلقتين ونص سكر اهم. ماشي. بعد كده هناخد من الكوب الصغير ده معلقتين سحلب علشان يبقى القوام بتاعه تقيل معانا. تمام. وبعدين هنضيف، لو هنعمل بشوكولاته بودر اللي هو الكاكاو الخام ده، هنحط مثلا معلقه كده، معلقه اهيت على الايه، على البودر برضه، عشان نضيف عليه اللبن دلوقتي. هنضيف عليه اللبن. تمام. صلوا على النبي كده علشان ده يبقى حاجه زي الفل ان شاء الله. بعد ما هناخد نحط اللبن بتاعنا والشوكولاته والسحلب واللبن والسكر، هناخده نغليه. طبعا اللي ما عندوش مكنه زي دي، اللي ما عندوش مكنه بخار اللي هو ده، انت واخد بالك، هنغليه على النار. بس اهم حاجه واحنا بنغلي على النار يبقى التقليب مستمر علشان ما يكلكعش معانا. تمام كده. هناخد ده، نجيب الكوبايه بتاعتنا، هنحط طبعا بيبقى فيه مكسرات. اللي عايز يحط مكسرات اوكي، مش عايز برضه براحته، هو الموضوع حسب الرغبه. حط مكسرات. هنحط، ممكن نحط مثلا سنه شوكولاته كده عشان تدعم معانا الطعم. هنصب شويه سحلب كده زي ما احنا شايفين لون السحلب معانا عامل ازاي، سحلب شوكولاته بطعم الشوكولاته. هناخد مثلا ايه، هناخد بقى الفواكه بتاعتنا، وهنضيف الفواكه كده قطع فواكه. ماشي. وممكن نحط عليها مكسرات كده، بتبقى طعمها حلو قوي مع المكسرات. وممكن ندعم برضو بالايه، بالكراميل. تمام. وهنجيب سحلب تاني، ونحط سحلب تاني. يبقى احنا بنعمل السحلب كده طبقات. تمام. السحلب ده برضو علشان ايه، الناس اللي في البيوت يبقوا ايه، يعرفوا يعملوا السحلب ده. تمام. خش مكسرات كده. ده السحلب طبعا حاجه كده ايه، من مشروبات الشتاء اللي بتدفينا باطعمه مختلفه. طبعا احنا عملنا السحلب الساده قبل كده في الفيديو اللي قبل ده. ده السحلب بالشوكولاته بطعم الشوكولاته. هنعمل انواع تانية كتير من السحلب، استنونا ان شاء الله كده وايه، واعملوا لنا لايك للفيديو ده ان شاء الله لو عجبكم باذن الله يعجبكم، واشتركوا في القناه عشان تشوفوا الجديد ان شاء الله باذن الله. يلا سلام عليكم.